سعداء جدا لما اطلقنا شعار المستقبل الخليجي. فعلا لما نشوف الانجازات اللي قاعد تحصل في دول مجلس التعاون الخليجي، هذا يعني بمحل فخر واعتزاز لكوني انا خليجي، اني اشوف دولة قطر تستضيف كأس العالم السابق، وان شاء الله المملكة العربية السعودية سوف تستضيف الكأس العالم 2034. وهذا اتوقع الاستضافه راح تكون مختلفه عن اي استضافات اخرى. هذا يعطينا اليوم الحافز، وان نكون دائما نقدم شيء مميز لاي دوره خليجيه. واليوم احنا في ضيافه الاخ الفاضل مرزوق الغانم، اللي يعني يعزز الجانب الاجتماعي لهذه الدوره، انها تجمع الاشقاء دائما باستضافتهم في دواويننا. واحنا اليوم سعداء جدا ان نشوف كل أشقائنا وإخواننا وأهلنا بدول مجلس التعاون الخليجي متواجدين متفاعلين، سعداء بهذه الدورة المتميزة. الحمد لله بوجود الأشقاء. احنا سعداء أن وسائل الإعلام قاعد تعكس هذا الجانب المضيء لدولة الكويت، وتقدم الصورة الجميلة لمجتمعاتنا الخليجية. سوف نقدم على استضافة كأس آسيا. الحمد لله اليوم تنظيم فعالية رياضية ولقت استحسان جميع وسائل الإعلام واستحسان المشاركين في هذه الدورة. هذا يعطينا المسؤولية أكبر أن نساهم بشكل يعني مستمر بتطوير تنظيمنا لأي فعالية رياضية أخرى، خاصة أن اليوم الهيكل التنظيمي لإدارة هذه الدورة حطينا لجنة خاصة انها ضبط الجودة، وهذه ما كانت موجودة في اي هياكل تنظيمية سابقة. الهدف من هذه ضبط الجودة ان تعد دليل اجرائي لتنظيم الفعاليات الكبرى سواء رياضية او اي فعالية اخرى، حتى يكون عندنا ذاكرة مؤسسية لإدارة هذا الملف المهم، وخاصة أن نستضيف جميع الفرق المشاركة. لابد أن يكون كل الأمور الجاهزية لإعداد المنتخبات والخدمات والمنشآت تكون جاهزة بأعلى درجة. والحمد لله اليوم شفنا انعكاس هذا الأمر بجميع من حضر لهذه الدورة، وشفناها أيضا من وسائل الإعلام. أنا أحب أشكر بصراحة جميع وسائل الإعلام اليوم، تغطيتكم المتميزة الكل شاهدها في مجتمعاتنا الخليجية، وانعكست الصورة الجميلة للأشقاء في دولة الكويت، دولة السلام والإنسانية. الحمد لله هذا يحملنا مسؤولية أكبر بأن نساهم بشكل أفضل لاستماع للملاحظات، وأيضا الاستماع للمقترحات لتطوير أي أمر قادم سواء فعالية رياضية أو فعالية أخرى. الحمد لله هذه العادة الكويتية، كل أهل الكويت اليوم قاعد نشوفهم يستضيفون أهلهم من دول مجلس التعاون الخليجي، ونشوف السعادة دائما بهذه الاستضافة. هذه يعني نابع عن هويتنا الخليجية، هويتنا العربية. اليوم احنا نسعد بأي حد أن يكون ضيفنا ويكون موجود، واحنا ما نقول احنا أنتم ضيوفنا، أنتم أهل الدار واحنا ضيوفكم. والحمد لله شفنا السعادة والتفاعل والتواصل ويعني النقاش الرياضي الجميل في يعني هذا الجمع الطيب. سعادة الوزير نتكلم كلمة للأزرق الكويتي والجماهير الأزرق في المباراة القادمة اللي مهمة جدا. والله الجماهير يعني كلمة شكرا لا تكفيكم حقكم. اليوم الجماهير قدموا نموذج للحضور المباريات بشكل مميز وتفاعلي جميل بكل أمانة، ويحمس أي يعني فريق يشجع هذا الجمهور. اليوم منتخبنا يعني عنده مسؤولية كبيرة، والحمد لله رجال الأزرق يعني قدموا أداء مميز وانعكست بالنتيجة. هذا يحملهم مسؤولية أكبر إن شاء الله النصف النهائي يقدمون مباراة كبيرة، وإن شاء الله يكون حليفهم يعني الفوز بإذن الله. ولكن الكل فايز بهذه الدورة.